ويقولون أن الحجاج بن يوسف الثقفي لما مات عبد الرحمن بن الأشعث أمسك برجاله المقربين ومن ثم أمر بقتلهم جميعا في وقت واحد، فجعلوا أمام الحجاج وبدأ السيف يمضي فيهم واحدا تلو الآخر. ولما وصل الدور على واحد منهم قال: يا حجاج. قال: نعم. قال: أقاتلي أنت؟ قال: طبعا قاتلك. قال: فإن لي عليك حقا. قال: وما هو حقك الذي علي؟ قال: سبك عبد الرحمن في يوم من الأيام فدافعت عنك ورددت عليه قوله. قال: وما يدريني أصادق أنت في كلامك أم كاذب؟ قال: اسأل القوم فإنهم يشهدون على ما أقول. قال: يا هؤلاء، يحدث الذين لم يموتون بعد من السيف، ما بعد وصلهم الدور، هل قال هذا الرجل حقا؟ فصمت الجميع، فقام واحد منهم وقال: نعم يا حجاج، لقد سبك عبد الرحمن في يوم من الأيام فدافع عنك هذا الرجل. قال: أتشهد له؟ قال: نعم أشهد له. قال: أطلقوا هذا الرجل الذي دافع عني. فأطلقوه. قال الحجاج لهذا الرجل الذي شهد: ولماذا لم تنكر قول عبد الرحمن كما أنكر صاحبك؟ قال: لأنني كنت أبغضك يا الحجاج، قال: أكرهك، أذوق بغضك مع الملح والزعت. فقال: وأطلقوا هذا لصدقه. فقال: ماذا؟ قال: أطلقوه لصدقه.